كان معنا اجتماع مع السيد المحافظ، كنا تداولنا اكثر من نقطه مهمه. مشكله الصرف الصحي في اسكندريه لازلنا دعينا السيد المحافظ ان هو يجمعنا اجتماع بينه وبين السيد وزير المرافق الدكتور عبد القوي خليفه لوضع حلول عمليه لمشاكل الصرف الصحي بالاسكندريه. عندنا اقتراح بانشاء 1000 مدرسه في غضون 3 سنين، دي هتعمل طفره في اسكندريه وتدخل عائد لاسكندريه دون ان تحمل موازنه الدوله او المحافظه مليم. عندنا ايضا اقتراحات خاصه بالمرور، وان شاء الله في غضون هذا الاسبوع هيكون اجتماع خاص بالمرور اسكندريه في امور كثيره وفي متطلبات وقرارات محتاجه السيد المحافظ مع مدير اداره المرور ومع مدير مديريه الطرق ومع هيئه الطرق والكباري ومع كل المعنيين بهذا الملف. اتكلمنا عن مديريه الاسكان، ايضا بعض المشكلات اللي بيعانيها ابناء هذا المرفق الحيوي. اتكلمنا عن جهاز حمايه املاك الدوله، يعتبر هو المخزون الاستراتيجي للنقد بالنسبه للاسكندريه. احنا عندنا المتاخرات للمحافظه على جهات كثيره، شركات وافراد ممكن تصل ل 4 مليار جنيه في الوقت الذي تعاني منه المحافظه من مديونيه قد تصل الى مليار جنيه. فعندنا يعني دي بعض الملفات اللي احنا طرحناها مع السيد المحافظ، نامل ان كثير منها ان شاء الله يرى النور خلال الفتره القادمه ان شاء الله.